اتصال عبير من العراق. الو مساء الخير. الو مساء الخير. هلا والله، مساء الخيرات يا عبور. الله يخليك يا وردة، شلونك عيني؟ انا الحمد لله بخير. اكيد معك الفنان سعد البكري على الهواء مباشر، اذا حابه توجهي له سؤال او تحيه. تحياتي لنا، مساء الخير استاذ سعد يا اصيل يا عراقي. شكرا جزيلا، جزيل الشكر اخت عبير. الله يخليك، شلونك عيني؟ اهلا وسهلا بيك. طبعا احنا صراحه احنا اهل بغداد، يعني صراحه والله احنا معجبين يعني بشخصيتك وبثقافتك وبكلامك انت اللي بتحكي دائما. نتمنى يعني تطلع علينا دائما على قناه العراقيه، قناه اغانينا، على كل القنوات. نتمنى يعني هذا الشيء والله عندك ان شاء الله، يعني بالجديد ان شاء الله في عندي عمل جديد ان شاء الله عن قريب راح ينزل، كلمات كريم العراقي والحان الفنان الشاب المبدع احمد حداد، وفي عندي اغنيه هم بنفس الوقت راح اصورها مع بعض، راح اصورها. طبعا انقطع اتصال من عبير، بس هي سؤالها ايضا احنا حول اعمالك. انه عندي معلومه ان عندك عمل مع كريم العراقي، واكيد كريم العراقي غني عن التعريف شاعر كبير، موجه له التحيه من خلال تحياتنا للفنان العزيز، شاعر مميز يعني، وان شاء الله يوم من الايام راح يكون ضيفنا بمشوار مع عمار ان شاء الله. عبير ايضا بتتكلم عن موضوع انه سعد البكري اختفاء من الشاشه من اللقاءات، يعني حضور سعد البكري وكلامه يخلي الناس يعجبها تسمع دائما اخبار سعد البكري. صح يا اخ عمار، انا مثل ما قلت لك عندي عمل جديد، كلمات كريم العراقي، الحان احمد حداد، وعندي عمل جديد ان شاء الله. يعني بعد هاي الاعمال راح يكون لك لقاءات؟ طبعا، هو ماكو فنان يعني ما عنده شيء ويجي يطلع يتكلم. صح. يتكلم على شنو؟ على فراغ. صحيح. يعني يتكلم على فراغ، ما عنده شيء. فلما يكون عنده عمل وعمل يستاهل ودسم، راح يكون يعني لك عمل مع احمد ان شاء الله، موزع احمد، يعني ان شاء الله عمل. انا لاحظت انه بالاونه الاخيره يعني اكثريه العازفين سوريين، ويعني مثلا على ذلك مثلا يعني العازف طلال داعور يعني اشتهر اخر فتره، وسمعت ان اللون تبع قاموا كل العازفين بيستخدموه. يعني وياك، بس لان نتيجه وجود المحطات الفضائيه العربيه الكثيره ما شاء الله، صار الفن العربي يعني بكل بيت يدخل وبكل بلد يدخل، عكس قبل. يعني قبل كانت ما في محطات، بس حاليا كل محطات. فالفن العربي قام يدخل كل بيت، وكل العازفين بنفس الوقت، والمستمعين كفنان هو مستمع اول شيء، مستمع. فصار عندهم تذوق، حتى صار عندهم ميكس بالعزف صح، بالروحيه، الوان يعني مختلفه. الوان مختلفه صارت، الاحساس اختلف عندهم. في رسائل سعد يتكلمون يقولون هل سعد يجيد اللون الخليجي؟ طبعا. واللون المصري، يعني 4 أو 5 رسائل يريدون يعرفون الالوان اللي يغنيها سعد. يعني ما بدي اتكلم الحين، اتوقع عبير موجوده على اتصال معانا. الو عبير. الو مرحبا. كملي كلامك عبير، يعني نستغل الوقت لان ببغداد عندنا مشكله احنا بالاتصالات، فمعك الفنان سعد البكري. الو مرحبا. الو مرحبا. اهلا وسهلا بيك. ممكن احكي يا سعد البكري؟ اي نعم وياك. معك سعد البكري مباشر. شلونك؟ الله يخليك يا عبير. شلونك؟ احنا كلش متأسفين يعني سعد البكري. الله يخليك، هذا شيء يفرحنا. وأتمنى يعني أتمنى من الله يعني نشوف أغانيك على أغانينا أو القنوات. إن شاء الله. أنا على قناة أغانينا تبث لي حاليا أغنية، هي هاي الأغنية مالتي آخر شيء، العراقية هو المحبوب. بس ان شاء الله يعني مثل ما قلت لك اكو شيء جديد ان شاء الله خلال الفتره هذه، يعني خلال هالشهر منا للعيد، يعني ان شاء الله عمليه المصوره راح تنزل على القنوات العربيه، وان شاء الله تنال رضاكم يعني. وطبعا طبعا الاختيار صعب هذا الوقت. ان شاء الله يعني احنا ان شاء الله يا عبير. اكيد راح نتكلم عن هذا الموضوع بعد قليل. شكرا للاتصال صديقتنا العزيزه عبير من العراق.